عريش ماكش مرتاح؟ عريش حتى كي تكون وحدك مخك يبقى يخمم، تفكر في الماضي، تقلق على المستقبل، وتعيش ضغط حتى بلا سبب واضح. الحقيقة أكبر حرب في حياتك موش مع الناس، مع عقلك أنتي. مخ الإنسان يحب الحماية، ودور مخك موش يخليك سعيد، دوره يخليك تعيش. فقط لهذا ديما يقلب على المشاكل، على الخطر، على الغلطات. حتى كي تكون الأمور ماشية مليح، مخك ينجم يخلق مشكلة من لا شيء. تبعث مسج وتبقى ساعة حل الرد. شخص ينظر لك نظرة غريبة وتقعد نهارك كامل تفكر فيها. قبل ما ترقد تولي تتفكر كل غلطة عملتها في حياتك. أغلب الناس ما يعيشوش الحاضر، يا إما عايشين في الماضي، معلش عملت هكاك، يا ريتني قلت حاجة أخرى، يا ريتني بديت بكري. أو عايشين في المستقبل، وإذا نفشل، وإذا منجحش، وإذا نضيع حياتي. لهذا تحس روحك مرهق حتى كي ما تعمل شيء. خاطر التعب موش ديما جسدي، أحيانا التفكير وحده يتعبك أكثر من الخدمة. وزيد السوشيال ميديا خلاتك تقارن روحك بالناس. كل يوم تشوف شخص نجح، شخص عنده فلوس، شخص حياته تبدو بيرفكت، وتبدأ تحس روحك متأخر. أما اللي ما تشوفوش هو الليالي اللي تعب فيها، الخوف اللي عاشوا، والسنين اللي ضحى بيهم. أنت تشوف النتيجة فقط، والمشكلة كل ما تركز مع الناس أكثر، كل ما تضيع نفسك أكثر. الحقيقة موش كل فكرة في مخك صحيحة، وموش كل فكرة تستحق اهتمامك. أحياناً أكبر راحة تلقاها هي كي تتعلم تخلي بعض الأفكار تمشي بلا تحليل، بلا خوف، بلا overthinking. تحب ترتاح شوية؟ تعلم تعيش اللحظة. موش كل شيء لازم يكون بيرفكت، موش لازم تعرف المستقبل كامل، وموش لازم تقارن روحك بأي شخص. ركز على روحك فقط. كل نهار حاول تتحسن 1% فقط. قليل كل يوم خير من برشا مرة واحدة. ومع الوقت باش تكتشف اللي السلام النفسي ما يجيش كي تتغير حياتك، يجي كي تتعلم تتحكم في عقلك. راك أقوى من برشا ناس. وإذا فهمت الرسالة اكتب في الكومنت راحة.